اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم تاني تسوية وش ودكتوره مي نجيب. بفكركم بسلسلتنا اللي احنا شغالين فيها، سلسله المنتال فاتيج. واتكلمنا المرات اللي فاتت عن اعراض المنتال فاتيج، ازاي الواحد بيبقى على الاعراض دي اللي هي اعراض الاجهاد النفسي والذهني، ازاي الواحد بيكون شكله ايه وعامل ازاي. واتكلمنا كمان عن اعراض قلة الانتباه اللي اوقات بتبقى موجودة لكن مش متشخصة، وازاي اللي عنده قلة انتباه ده بيبقى معرض اكتر للاجهاد الذهني والنفسي. النهاردة بقى هنتكلم عن الحلول، والحلول بتتقسم معانا لنوعين: حلول على المستوى البعيد انا لازم اطورها في نفسي، وحلول على المستوى انا النهاردة مجهد اعمل ايه. هقول لكم بسرعة أنا النهاردة مجهد نفسيا وذهنيا هعمل إيه، وهقول لكم حاجة واحدة بس من الحاجات اللي على المستوى البعيد، وهنكمل الحلقة الجاية اللي على المستوى البعيد ده حاجات كتيرة ولازم ننميها خطوة خطوة ونمشي بيها واحدة واحدة. لو أنا مجهد النهاردة ذهنيا ونفسيا أنا محتاج أعمل شوية حاجات، أهمها إن أنا أنام كويس. الحقيقة العلم قال لنا ان النوم الكويس والمريح على الاقل 6 ساعات متواصلة بالليل وفترة الليل دي بتخلي المخ يعيد تكوينه تاني، يبقى قادر يخلي الخلايا نفسها تفرز موادها الكيميائية بالراحة، ما يبقاش فيه تراكم للمواد المفرزة من كتر الإجهاد والستريس والمضايقة. فلما بنام فترة معقولة على الأقل 6 ساعات في اليوم بيخلي أدائي أحسن، تركيزي أحسن، أنا قادر أتواصل، قادر أتعامل مع أي ضغط نفسي موجود عندي بسهولة. ده أول حاجة. الحاجة التانية اللي المفروض أعملها إن أنا ليا تمرين يومي بعمله، حاجة أنا بحبها وبحب يعني بحس إن أنا بتنفس فيها. ده مشي مثلا، انا بلعب جيتار مثلا، او بلعب اي حاجه موسيقى مثلا، اي نوع من انواع الموسيقى اللي انا بحبها. بحب امشي، بحس ان المشي بيخليني ريلاكس وانا قادر اتعامل، قادر اصفي ذهني في الحاجه دي اللي انا بعملها بشكل يومي، وفي يومي انا ببقى بتجدد فيها نفسيا. الحاجة الثالثة اللي أنا ممكن أعملها ولازم أعملها هي فترة الضغط، لازم أخد على الأقل 10 دقايق كل ساعة أصفي فيها ذهني. يعني مثلا أنا في شغل مجهد جدا وضاغط جدا، كل ساعة على الأقل ليا 10 دقايق أقعدها مع نفسي، أطلع برا إطار اللي أنا موجود فيه وأقعد مع نفسي وابتدي أفكر في حاجة تانية غير الشغل، أطلع برا المشكلة، يعني أفكر من حاجة بعيدة، حاجة بتعمل لي راحة نفسية، حاجة يعني أفكر في سفرية أنا نفسي أسافرها، في مستقبلي، في ضحكة من مع أولادي، في موقف مع أولادي، في حاجة أنا بحبها قوي. فالحاجات دي بتخليني أنا نفسيا بهدى وبقدر أواصل تاني، مخي بيقدر يعيد تاني قدرته على استيعاب الاسترس. الحاجة الرابعة اللي أنا ممكن أعملها هي فكرة إن أنا أتكلم مع شخص مريح قادر يسمعني. أنا مش محتاجة حلول، يعني معايا مشاكل لكن عارفة حلولها 1 2 3، لكن أنا مع الشخص ده بطلع مشاعري، بقدر أتكلم عن الحاجات اللي جوايا من غير نقد، من غير حكم، من غير إدانة، من غير بقدر أعبر فيها عن مشاعري. وده محتاج مني إن هو شخص يكون أمين وحكيم في نفس الوقت، بحيث إن هو ما خليش مشاعري دي تهيج أو الاسترس اللي جوايا يزيد. وطبعا مش محتاجينه إن هو يكون شخص سلبي بحيث إن هو يزود المشكلة، بالعكس عايزينه إن هو يكون شخص إيجابي بحيث إن هو يقدر يسمعني ويحتوي أفكاري ويحتوي كم المشاعر السلبية أو الضاغطة اللي جوايا. الحاجة الأخيرة اللي احنا ممكن نعملها هي فكرة كتابة أفكاري. لما بكتب أفكاري وبرجع أقراها تاني أنا بشوف إن الأفكار دي
بقدر اقيمها بشكل تاني مختلف، وبقدر في نفس الوقت افكر فيها هل هي فعلا محتاجة كل الضغط اللي انا فيه ولا. يبقى 5 حاجات انا ممكن اعملهم بيهم اقلل الضغط اللي جوايا في الوقت الحالي، لو انا مش معايا اي تولز تانية، اي وسائل تانية من الحاجات اللي هنتكلم عليها على المدى البعيد. اللي هي 1 ان انا اعمل انام كويس على الاقل 6 ساعات، ان انا اعمل رياضة يومية او حاجة يومية انا بحبها، ان انا اخد ريست كل ساعة 10 دقايق افكر في حاجة بحبها، ان انا اتكلم مع شخص مريح، ان انا اكتب افكاري اللي قلقاني. الحاجة اللي عايزة اقولها لكم بقى على المستوى البعيد، انا محتاج كمان انمي افكاري، انمي قدرتي النفسية، بحيث اني اقدر استوعب الحياة ضاغطة، والضغط اللي انا فيه النهاردة مش هو اخر ضغط هقابله، ده انا هستمر في كمية من الضغوط اللي مش عارف هتوصل معايا لغاية فين. فعشان اقدر اتحمل كل هذا الضغط انا محتاج يبقى عندي قدرة من المرونة والمتانة النفسية اللي تستحمل الضغط اللي عليا ده. هناخد منهم حاجة واحدة النهاردة بس، وفي الحلقة دي والحلقات الجاية هنكمل. الحاجة اللي انا عايزة اكلمكم فيها النهاردة فكرة وجود هدف في حياتي او معنى للحاجة اللي انا بعملها. المعنى اللي جوايا، لو انا في جوايا معنى حقيقي ده بيخليني اقدر اواصل الحاجة اللي انا بعملها بسعادة او بقدرة على تحمل اي صراعات فيها او اي ضغوط نفسية فيها. الحاجة دي زي ما تكون معنى لحياتي. ولقيوا الحقيقة الدراسات بتقول ان الروحانية نفسها بتدي معنى للحياة، والمعنى ده بيقدر يخليني اتحمل الضغوط النفسية اللي جاية عليا. وليكن اني معنى حياتي هو اني انا بساعد الناس، معنى حياتي ان انا مفيد للناس بالشكل الفلاني، معنى حياتي ان انا بربي ولادي، معنى حياتي ان انا عايز اعمل اوصل لطموح معين، معنى حياتي ان انا عايز اعيش للابد، معنى حياتي ان انا عايز استمتع بكل لحظة فيها واقدم خير للناس. المعاني دي اللي بتساعدها الروحانية بتاعتنا هي اللي بتخلينا معنى للحياة، وبتخلينا قادرين نواصل رغم كل الضغوط. المعنى ده وحاجات تانية كتير هنتكلم عليها في الحلقة الجاية من تانيتس وشوية وش والمنتال فاتيج ازاي نعالجه على المدى الطويل. شكرا.